حبايبي، جايلكم بوصفة حلوة النهاردة كلنا بنحبها. يا رب الفيديو يعجبكم. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنسمي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معايا هنا بطاطا هسلقها، وهنعمل صينية بطاطا حلوة وهنشوفها مع بعضنا ان شاء الله. يا حبايبي، هنا البطاطا اتسلقت اهيت، وحطيت عليها معلقتين سكر بودرة. وهنا هنعمل البشاميل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انا سخنت معلقتين سمنه كبار، وجبت معلقتين دقيق اهمت، ودول معلقتين دقيق اهمت منخولين ونخليهم يعني ونضاف. هحطهم بقى علشان احمرهم. انا بس عايزه الرطوبه بتاعتهم تطلع، مش هحمرهم تحمير يعني. الرطوبه اللي فيهم تطلع بس اهو يا حبايبي كده. طلع الرطوبه اللي في الدقيق بس كده، مش هديله مش هحمره يعني، مش هديله لون ولا حاجه. اجيب اللبن بقى احطه. اللبن عندي سقعان كان في التلاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. واحطه كده بقى مره واحده اهو كده، واقلب بقى كويس. لازم اقلبه كويس بسرعه بسرعه كده علشان ايه ما يكتلش مني. اي حبايبي، كوبايه سكر اهيت، نص كوبايه سكر احطها بقى مع البشاميل، لان البشاميل بدأ يتقل عشان تلحق تدوب. هاي يا حبايبي، البشاميل بقى اهوت حلو اهوت كده، قوامه حلو اهوت، ما فيش كتل ولا اي حاجه خالص، ما شاء الله اهوت. صف بقى عليه. ودول معايا هم 3 معالق كريم شانتيه، هحطهم على البطاطا عشان اهرسها كلها مره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملها بقى بالهراسه كده، واللي ما عندوش هراسه بقى ممكن يعملها بشوكه لان هي مستويه يعني. ودي جوزة الهند اهي، يعني 3/4 كوبايه جوزة الهند، ناعمه يعني، مش ناعمه قوي مش خشنه قوي. اللي عنده بقى ناعم ماشي، مش مشكله يعني. وفي اللي هي جوزة الهند القشور برضو حلوه. اي حاجه اللي عندك استخدميه. والقارب ده انا دهنته بس رشه حته سمنه كده بسيطه، وما حطيتش سمنه بقى في البطاطا، لان طبعا البشاميل اللي فيه سمنه، وهنا برضو دهنه الصينيه سمنه، فما بحبش الدهون كتير يعني. اهي يا حبايبي، انا حطيت البطاطا هنا اهيت وسويتها في قلب القارب، وهحط عليها بقى البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي يا حبايبي، جبت الحله اللي هي بديله الفرن اللي عندي اهيت، هحطها فيها. هحط صينيه البطاطا فيها اهيت يا حبايبي، وان شاء الله اما تحمر بقى هنشوفها مع بعضنا. اهي يا حبايبي احمرت اهيت ما شاء الله، بقت كده زي الفل ولونها حلو اهيت. هي المفروض كانت تحمر شويه، بس كفايه كده بقى عشان ما تتحرقش مننا وتمرر ولا حاجه. والله كده في منتهى الجمال. يا رب تفضلوا معانا، وفضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وكلماتكم الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهي حبايبي طلعت اهيت، لونها كده بسم الله ما شاء الله جميله اهوت. اتفضلوا معانا. واما تبرد بقى عشان اعرف اقطعها، لان كده لو جيت اقطعها وهي سخنه كده هتطلع مش حلوه خالص، فلازم تبرد ونحطها في التلاجة، وبعد كده اما اجي اقطعها هنشوفها مع بعضنا برضو ان شاء الله.
يا حبايبي البطاطا بتاعتنا طلعت اهيت. هنقطعها بقى. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. كده اهيت يا حبايبي، طلع الخرطة بخرطتها اهيت. اهيت. الف هنا وشفا للي ياكل يا رب. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وفضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكلامكم الحلو والاشتراك، وندوس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ بيتي او من مطبخ بديعة او من بديعة مطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.